شغبندر التجار، وهو صاحب جملة اكسب قليل تبيع أكتر. وصاحب حلقة النهاردة هو الحاج محمود العربي. اتولد الحاج محمود العربي في قرية أبو رقبة، مركز أشمون، محافظة المنوفية، سنة 1932، واقتصر تعليمه على حفظ القرآن الكريم وعلى كتاب القرية. وكان عنده موهبة التجارة، وموهبة التجارة كانت بادئة معاه من طفولته. وزي ما بيقولوا التجارة شطارة، ولأنها موهبة اتولدت مع محمود العربي وهو طفل صغير. كان بيقول لأخوه الكبير دايما في أعياد كان دايما بيجيب لعب ويبدأ يبيعها لأطفال القرية، ويبدأ يلم الفلوس دي ويبدأ يشتغل عليها ويجيب بضاعة تاني كانت بتجيله من القاهرة عن طريق أخوه الكبير، ويبدأ يشتغل ويبيع فيها أكتر. ودي كانت بداية حبه للتجارة. وبعد كده كلم أخوه الكبير إنه يبدأ يتنقل معاه للقاهرة ويسافر معاه وهو عنده 10 سنوات عشان يبدأ التجارة ويتعلمها ويتعلم أصولها. وبالفعل اتنقل معاه وسافر القاهرة واشتغل في محل عطور. كان كل وظيفته في محل العطور إن هو بيعبي أزايز العطور. ولكن محمود العربي ما كملش في الشغلانة دي إلا شهر واحد بس، وبالفعل اتنقل للجمالية. ومن الجمالية بدايته في شغل الخردوات والمكتبة، لأن هو كان عايز يتعلم البيع والشراء، عايز يتعلم ازاي يتكلم مع الناس، عايز يتكلم ازاي يبيع آجل، ازاي النهاردة يقدر يسوق لنفسه. ما كانش شايف نوت في محل العطور. وفي دكانة عم رزق لقى الكلام ده، وكانت سر النجاح في دكانة عم رزق اللي كان ليه جملة مشهورة قوي واللي قلناها في بداية الحلقة: اكسب قليل تبيع كتير. وبالفعل بدأ في البيع والشراء ويعرف يكلم الناس، وبدأ يبيع ويشتري أصناف. ومع حبه للناس وحب الناس ليه وطريقة تعامله ووشه البشوش خلى مبيعات دكانة عم رزق تزيد جدا. يقف على كده محمود العربي؟ لا، بدأ يفكر ان هو النهارده بعد ما اتعلم شغل القطاعي والبيع والشراء بقى عنده طموح انه يتعلم شغل الجملة، عشان شغل الجملة كان فيه بيع بالكمبيالات وشغل بالبيع الآجل. وكانت المحطة التانية ليه شركة النصر، وهو محل تاني لبيع الخردوات بالجملة. اشتغل فيها لمدة 14 سنة، كانت بداية راتبه 4 جنيه لغاية ما وصل 27 جنيه. وساب شركة النصر ومكتبة الخردوات اللي بالجملة ودخل الجيش. بعد ما خرج من الجيش كان ليه محطة تانية خالص، ان هو عايز يبدأ يعمل ويكون صاحب مشروع ويبدأ يشتغل لحساب نفسه، وكل اللي اتعلمه سواء في دكانة عم رزق او شركة النصر يطبقه لنفسه هو وينجح عشان يعمل حاجة لنفسه. وكان معاه صديقه في العمل عنتر، وهو اللي أشار إليه بالدخول في شراكة مع 2 من تجار أسوان، 50 برأس المال و50 بالمجهود والفكر. وبالفعل بدأت الشركة وكان رأس مالها 4000 جنيه. خد مكان خلو ب2000 جنيه و500 جنيه تجهيز للمكتبة و1500 خلاهم في الخزنة. ورجع الحاج محمود العربي عن طريق علاقته بالتجار بتوع الجملة اللي كان اتعرف عليهم في شركة النصر ان هو ياخد منهم بضاعة بالآجل يبدأ يملى بيها المكتبة بتاعته، وبكده يكون قدر بفكره ووفر راس المال بتاع المشروع. وبسر النجاح وبسياسة عم رزق بدأ يسمع اسم العربي وسط تجار الموسكي. بس في أحيانا بيجي وقت على التجارة بتقف، وفعلا ده بالفعل اللي حصل. كل البضاعة اللي كان فيها استيراد وتصدير وقفت لظروف خارجة عن إرادتها، وبدأ الاتجاه لمعظم البضاعة اللي كانت بتيجي من غزة ومن ليبيا. بس الحاج محمود العربي أما بدأ يحس إن الإيرادات والمبيعات وقفت بدأ يتجه لنفس الاتجاه، بدأ يفكر وفعلا اتجه لبيع الأجهزة الكهربائية، ودي اللي كانت بتيجي عن طريق غزة وليبيا. بعد حرب اكتوبر اتجه معظم التجار لسياسة الانفتاح، ودي اللي كانت موجودة في البلد لمعظم التوكيلات التجارية اللي كانت بتيجي بره مصر. وفي الفترة دي كان موجود أحد مفوضين شركة توشيبا في مصر لدراسة السوق المصري ومعرفة مين الاسم اللي يقدر يشيل اسم توشيبا داخل مصر. وسط تجار الموسكي المفوض سمع اسم كبير لوكالة العربي وبدأ يسأل وبدأ يشوف حركة المبيعات، وفعلا لقى الفترة دي ان شركة العربي ووكالة العربي اكتر مبيعا للأجهزة الكهربائية، وبلغ شركته في اليابان بكده. ومع اول زيارة وغير المتوقع تم رفض وكالة العربي، وده كله كان بسبب بساطة المكتب للوكالة. ولكن مفوض الشركة كان عنده اقتناع جدا بمحمود العربي والوكالة بتاعته، وده بسبب قوة العربي في المبيعات. وأصبح العربي وكيل للشركة توشيبا سنة 1975. وبعد الاستحواذ لشركة العربي جه دور ان الحاج محمود العربي يسافر اليابان، وبالفعل كانت أول زيارة ليه هناك. وبعد الزيارة وبعد شاف المصانع اللي هناك وخد على عاتقه انه لازم يصنع ويجمع الشغل ده في مصر، وكل ده وكان عنده 43 سنة. وبالفعل
بدأت رحلة التصنيع في مصر بعد مفاوضات بذكاء، وفي سنة 1980 أصبح للعربي 16 شركة و26 مصنع و40 ألف عامل بيقوموا بالتصدير لحوالي 60 دولة حول العالم. ودي كانت قصة الحاج محمود العربي وتوشيبا العربي. بس لسه ما خلصناش حلقتنا. حب محمود العربي لتجارته وإيمانه بنجاح مصانعه كان جاي برضه من إيمانه بعماله وانتمائهم وولائهم لمصنعه ولشركته، وده بالفعل اللي حصل معايا سنة 2007. كان ليا موقف في 2007، كنت محاسب مخازن في شركة أمريكانا، وده كان أحد فروع شركة أمريكانا في محافظة المنوفية، وكنا بنورد برجر أمريكانا أسبوعيا للمصنع لأنه كان وجبة الغداء عندهم. وفي يوم من أيام التسليم حبيت أروح مع العربية عشان أشوف الصرح الكبير بتاع الحاج محمود العربي، وبالفعل شفت أثناء التسليم العربية وهي بتسلم المنتج، لقيت الناس في المطبخ وبتوع المخازن بيستلموا البرجر وبيوزنوه. فبصيت لهم باندهاش قوي وقلت لهم: وانتوا بتعملوا ايه؟ المفروض البرجر ده بيستلم كراتين واعداد. قالوا لي: لا، احنا بنوزن الكيس، هو مكتوب عليه وزن كام جرام، بنوزن كيس كيس. انت جاي تضحك على الحاج محمود العربي؟ بالنسبه لي اندهشت وقلت: هو في حد بيحب حد وبيحب شغله ومخلص ليه للدرجه دي؟ بس الجمله اللي كان كاتبها الحاج محمود العربي هي اللي فعلا اللي اتاكدت ان الناس دي مخلصه لشغله ولمصنعه في غيابه. عشان الجمله دي مفيش حاجه اسمها واحد بيشتغل عندنا، في حاجه اسمها ناس بتشتغل معانا. الناس دي ربنا سخرنا ليهم وسخرهم لينا. وبالجمل دي نكون انتهينا من حلقة النهاردة، وزي ما عودناكم كل حلقة بيكون ليها رسالة، ورسالة النهاردة اختصرناهم في 3 نقط. الأولى: التجارة مع الله، هو عامل عماله بأخلاق الدين ومعاملة ربنا فربحت تجارته. النقطة الثانية: تقبل الفشل والتغيير. فكرة التغيير اللي حصلت له من تجارة الخيرودوات إلى الأجهزة الكهربائية كانت هي فتحة الخير عليه. المعاملة والسماحة دائما هتكون سر سعادتك. رجل سمح في بيعه وشرائه. أقاويل شرف.